عزيزي المشاهد إن الشيخ الشعراوي حل مشكلة عجز عن حلها الأطباء الأوروبيون، ولا ده مش دول أكبر الأطباء في أوروبا كمان. في يوم كان الشيخ الشعراوي بيتعالج في مستشفى في أوروبا، وفي نفس الوقت وفي نفس اليوم اللي هو كان فيه كان فيه حالتين ولادة، واحدة بنت والتانية ولد، ولكن الممرضة وهي بتاخد الطفلين خلطت ما بين الاتنين، مع العلم إن الأمهات ما شافتش الأطفال. الدكاترة قالوا إحنا هنعمل فحص دم للأمهات والأطفال واللي شبه بعض تبقى دي أم، ولكن في الآخر طلعوا الاتنين شبه بعض في فصيلة الدم. ففي دكتور تالت قالك بقى إحنا نعمل إيه، نخلي الأمهات ترضع مرة الواد ومرة البنت، ونشوف الطفل اللي هيرتاح مع دي اللي هيسكب مع دي أو اللي هيسكب مع دي تبقى دي أم، ولكن برضو الأطفال اللي ارتاحت مع الاتنين. فطلع لك عالم دكتور رابع بقى منهم قالوا لك إن في عالم في الدين الإسلامي إحنا نروح له، وده بقى اللي هيحل لنا المشكلة. وبالفعل راحوا للشيخ الشعراوي وعرضوا عليه القصة كلها وقالوا له بأن الدين الإسلامي بيحل كل حاجة، فحل لنا المشكلة دي. قال لهم دي حاجة سهلة جدا، بحيث إن عرض عليهم الآية اللي بتقول الذكر مثل حظ الأنثيين، يعني الذكر ليه ده في نصيب الأنثى. ومش الآية دي معظم فكرتنا عنها إن هي في الميراث بس، لا هي في كل حاجة يعتبر، بحيث إن الذكر ليه ده في نسبة الدسم في لبن الأم. وفعلا الدكتور راح عمل تحليل دسم للبن الأم دي ولبن الأم دي، ولقى إن نسبة الدسم هنا ده في نسبة الدسم في دي. وبس كده، ما تنساش تدعمنا بضغط زر اشترك في القناة وتشترك واستنى الفيديوهات جديدة. وبس كده، مع السلامة.